تحسون بعد ال60 نومكم تغير؟ ما عاد في ذاك النوم العميق والراحة التامة؟ تتقلبون بالسرير من جهة لجهة وتصحون نص الليل، وبالنهاية تقومون الصبح وتعبانين كأنكم ما نمتوا أصلاً. يمكن جربتوا الميلاتونين أو حبوب النوم أو حتى الأعشاب، بس لسه النوم خفيف وقصير. عندي لكم خبر حلو، في شيء بسيط وموجود بكل مطبخ ممكن يغير جودة نومكم للأفضل، وهو الزنجبيل. الزنجبيل مو بس بهارات للأكل، هذا كنز بالطب الشعبي من سنين. يستخدموه لتدفئة الجسم وتهدئة الأعصاب وتحسين الدورة الدموية، وهالأشياء هي اللي تخلي الجسم يسترخي ويدخل بنوم عميق بدون ما نحتاج للأدوية. حتى الأبحاث العلمية اليوم تأكد أن الزنجبيل فيه مواد فعالة بتقلل الالتهابات وبتنظم ضربات القلب وجهازنا العصبي، يعني بيجهز جسمكم طبيعياً لليلة هادية. بهذا الفيديو رح أعلمكم 3 طرق سهلة وعملية تقدرون تسووها بالبيت عشان تحسنون نومكم باستخدام الزنجبيل. طرق سهلة، آمنة، ومفعولها حقيقي، خصوصاً الطريقة الأولى اللي كثير ناس شافوا نتيجتها من أول كم يوم. لو يهمكم النوم خليكم معاي لآخر الفيديو، لأن أهم نصيحة بقولها بالنهاية. قبل ما نبدأ، لو جربتوا الزنجبيل قبل كذا للنوم أو لأي سبب ثاني، اكتبوا لي تجربتكم بالتعليقات. ولو ما جربتوه، بس اكتبوا كلمة زنجبيل عشان أشوف كم واحد بيبدأ معانا من الليلة. بالثقافات الآسيوية، الزنجبيل عمره ما كان مجرد نكهة، هو علاج طبيعي وموثوق من مئات السنين. كانوا يستخدموه لتدفئة الجسم وتوازن الأعصاب، ولما يوصل الجسم لحالة التوازن، النوم بيجي بشكل طبيعي جدا. بالطب التقليدي، الزنجبيل حار وبيرتبط بطاقة المعدة والرئة، يعني يحسن الهضم، يدفي المعدة ويشيل النفخة وحتى يفتح التنفس. تخيلوا بليلة باردة وعندكم زكام أو كحة، أهلنا زمان كانوا يوحون فوراً يا الزنجبيل، مو بس للبرد، بس عشان يحسن الدورة الدموية ويهدي الجسم. والدراسات الجديدة بتقول إن الزنجبيل فيه مضادات التهاب قوية بتخلي الأكسجين يوصل للأنسجة أسهل، وهذا شيء أساسي للاسترخاء. والأهم من كذا إنه بيأثر على الجهاز العصبي وبيهدي الدماغ. الدراسات ورجت إن الزنجبيل يوازن هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر. لو الكورتيزول عالي بالليل، الدماغ بيظل صاحي ومشوش، الزنجبيل يرجع لمستوى طبيعي. كمان بيحفز إنتاج السيروتونين اللي هو هرمون السعادة والاسترخاء، واللي بيتحول بعدها لميلاتونين طبيعي، يعني الجسم بيعرف إن وقت النوم حان. الأبحاث ورجت أن الناس اللي يشربون شاي زنجبيل دافي بالليل يحسون بدفى بجسمهم وأطرافهم ما تبرد ونبض قلبهم يهدأ، وهذا جدا مهم للي عمرهم فوق ال60، لأن الدورة الدموية وتنظيم حرارة الجسم بتصير أصعب مع العمر. طبعاً النتيجة تختلف من شخص لثاني، في ناس يحسون بالفرق فوراً وناس يحتاجون أسبوع أو أسبوعين. بس الميزة الكبيرة إنه ما يسبب إدمان مثل حبوب النوم، ولا يخليك تحس بدوخة الصبح وما يأثر على الذاكرة. بس تذكروا، لو الأرق عندكم سبب مرض جدي، الزنجبيل هو مساعد وليس علاج أساسي، ودائما استشيروا طبيبكم لو عندكم أمراض خاصة أو تاخذون أدوية معينة. طيب، بعد ما عرفنا الأساس العلمي والتراثي، صار وقت نروح للجانب العملي. رح أعطيكم 3 طرق تقدرون تبدأون فيها من الليلة، وعن جد رح تلاحظون كيف جودة نومكم بتتحسن خطوة بخطوة. رتبت لكم هالطرق من الأخف للأقوى. الطريقة الثالثة هي البداية الهادئة. الطريقة الثانية أقوى شوي وتعتمد على امتصاص الجلد. الطريقة الأولى وهي الخلطة المتكاملة اللي بتفيد النوم وصحة الجسم كله. الطريقة الثالثة هي زنجبيل مع سكر النبات. أبسط من هيك ما في، كل اللي بتحتاجوه زنجبيل فريش وقطعة سكر نبات، ومع إنها بسيطة بس بتعطي دفى للجسم وبتحسسكم براحة غريبة، ومع الوقت بتخلي النوم أعمق. هالوصفة مشهورة كتير عند كبار السن وعند الناس اللي تفكيرهم ما بيوقف بالليل. ليش بتنفع؟ لأن الزنجبيل بيهدي الأعصاب، وسكر النبات بحلاوته الخفيفة بيعطي إشارة استرخاء للدماغ. الزنجبيل بيفتح الأوعية الدموية وبيحسن وصول الدم للمخ وبيخفف التوتر. طريقة التحضير: نص حبة زنجبيل فريش بنقطعها شرايح رقيقة وبنغليها بنص لتر مي، بعدها بنضيف قطعة سكر نبات وبنتركها 5 دقائق على نار هادية. نصيحة: اشربوها العصر أو أول الليل، بلاش قبل النوم مباشرة عشان ما تضطروا تصحوا نص الليل تروحوا على الحمام ويخرب نومكم. الطريقة الثانية هي مغطس الرجلين بالزنجبيل والملح. هون ما رح نشرب شيء، رح نعتمد على مسامات الجلد لامتصاص فوائد الزنجبيل. هالطريقة سحرية للناس اللي رجليهم دايماً باردة، أو اللي عندهم تململ بالساقين وما بيعرفوا يناموا من التوتر. بالطب الشعبي بيقولوا الرجل هي القلب الثاني للجسم. لما تحطوا رجليكم بمي دافية مع زنجبيل، الضغط بيخف عن القلب والجهاز العصبي بيدخل بحالة راحة تامة، والملح بيزيد مفعول الحرارة وبينظف الجسم. طريقة التحضير: نهرس قطعة زنجبيل شوي عشان تطلع عصارتها، وبنجهز حوض فيه مي دافية تقريباً 40 ل 45 درجة.
بنحط الزنجبيل المهروس ومعلقة ملح، وبننقع رجلينا 20 دقيقة قبل النوم مع مساج خفيف. بعدها نشفوا رجليكم منيح والبسوا شرابات قطن عشان تحافظوا على الدفى. تنبيه مهم: إذا عندكم جروح مفتوحة بالرجل أو سكري متقدم أو مشاكل قلب قوية، ضروري تستشيروا الطبيب قبل ما تسووا هالمغطس، وانتبهوا طبعاً إنه المي ما تكون بتحرق. وهلأ وصلنا للطريقة الأولى وهي الأقوى والأشمل: شاي الزنجبيل مع العسل والليمون. هذا المشروب عبارة عن قنبلة استرخاء. الزنجبيل بيدفي الجسم وبيهدي الأعصاب. العسل بيساعد إنه سكر الدم يضل مستقر طول الليل، وهذا بيمنع القلق. والليمون بيعطي فيتامين سي وريحة بتفتح النفس وبتهدي الأعصاب. هذا المشروب مو بس علاج، هو طقس ليلي. لما تشربوا كاسة منه بهدوء قبل النوم بساعة، جسمكم لحاله بيفهم إنه وقت الراحة صار قريب. طريقة التحضير: نغلي نص لتر مي مع 4 ل 6 شرايح زنجبيل ل5 دقايق. بعدين نطفي النار ونستنى لتبرد شوي تصير فاترة. بعدها منضيف ملعقة عسل وعصرة ليمون. إذا كانت معدتكم حساسة، خففوا كمية الليمون شوي عشان ما تضايقكم. وهلأ خلونا نمر على كم نقطة كتير مهمة بخصوص الزنجبيل عشان تكونوا مطمنين وتطلعوا بأفضل نتيجة. أول شيء، الزنجبيل الفريش لازم ينغسل كتير منيح، لأنه بينمو تحت الأرض وممكن يكون عليه تراب أو شوائب. إذا القشرة نظيفة، فيكم بس تنظفوها بفرشاة ناعمة وتستخدموه بقشرة، وإذا مو متأكدين قشروا أحسن. تاني شيء، لا تبالغوا بالكمية. الزنجبيل مفعوله قوي رغم إنه طبيعي. الكمية المعتدلة ممتازة، بس إذا كترتوا زيادة ممكن يسبب حرقة بالمعدة أو مغص أو ارتجاع مرئي، خصوصاً للناس اللي معدتهم حساسة. الالتزام بالكميات اللي حكيت عنها بالفيديو كافي جداً. إذا كنتوا تاخدوا أدوية مسيلة للدم أو عندكم قرحة معدة أو حصى بالمرارة أو ضغط دمكم دايماً واطي، ضروري تستشيروا طبيبكم قبل ما تبدأوا فيه بشكل منتظم. وحتى السيدات الحوامل الأفضل يسألوا الطبيب. هدفنا نساعد الجسم مو نزيد المخاطر. نقطة تانية هي وقت الشرب. الزنجبيل ميزته إنه يدفي، لهيك الأفضل ما نشربه قبل النوم مباشرة وبكميات كبيرة. الساعة اللي حكينا عنها قبل النوم بساعة هي الوقت المثالي عشان الجسم يلحق يسترخي. والأهم من هذا كله الاستمرارية. في ناس بيجربوا ليلة واحدة وبيقولوا ما نفع. الجسم وخصوصاً بعد سن 60 بيحتاج وقت عشان يرجع ينظم ساعة النوم. إذا اخترتوا طريقة، جربوها أسبوع أو أسبوعين بانتظام عشان تقدروا تحكموا على النتيجة. وطبعاً لا تنسوا إنه الإضاءة الخفيفة وتسكير الموبايل والعشاء الخفيف وموعد النوم الثابت كلها أشياء بتساعد. الزنجبيل وسيلة مساعدة ممتازة، بس مع العادات الصحية بيصير مفعوله دبل مضاعف. إذا قررتوا الليلة تجربوا واحدة من هالطرق الثلاثة، اكتبوا لي بالتعليقات أي طريقة اخترتوا. تجاربكم أكيد بتفيد غيركم. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وترسلوا لأصحابكم أو أهاليكم اللي بيعانوا من الأرق. النوم الكويس مو بس راحة، هو ترميم للجسم وهدوء للعقل وأساس للصحة كلها. ديروا بالكم على حالكم، ومن الليلة ابدأوا خطوة صغيرة لنوم أعمق وأهدأ. تصبحون على خير.